رقم قومي لكل عقار. ده قانون جديد هيغير خريطة العقارات في مصر بالكامل. اسمعني كويس علشان تفهم القانون ده بيقول ايه بالظبط. ابتداء من دلوقتي، بيتك، محلك، عمارتك، ارضك مش مجرد عنوان في الحي او المدينة، ده بقى له رقم قومي زيه زيك بالظبط. وده مش هزار، ده قانون رسمي صدر واتنشر في الجريدة الرسمية رقمه 88 لسنة 2025، واللي بيقول ببساطة كل عقار في مصر لازم يكون له رقم قومي موحد، رقم فريد غير قابل للتكرار. القانون ده مش بس هيخلينا نعرف نعد ونحصر العقارات، ده هينقلنا من العشوائية للرقمنة، ومن التقدير العشوائي للحصر الدقيق. وهيتم تنفيذ القانون إن كل عقار هيتربط بخريطة الأساس الموحد للجمهورية، وهيتم تثبيت بياناته على لوحة تعريفية أو بطاقة ذكية، واللوحة دي هيكون فيها رقم قومي خاص بالعقار. ولو عبست باللوحة أو غيرت بياناتها يساوي جريمة يعاقب عليها القانون. والبيانات دي مش بس هتبقى كلام على ورق، دي هتبقى متاحة على نظام رقمي مؤمن ومتصل بجميع أجهزة الدولة. وده معناه إن مفيش بيع أو شراء ولا توصيل مرافق بدون الرقم القومي للعقار، لأن الرقم ده هيكون شرط أساسي في السجل العيني والشهر العقاري. كمان لو عقارك ملوش رقم قومي مش هتعرف تتعامل عليه تماما. طيب لو خالفت، المخالفات هتكون عن طريق العبث في اللوحة أو تغيير بياناتها بدون تصريح. وقتها هتدفع غرامة من 1000 جنيه ل 15000 جنيه. ولو كان الإتلاف متعمد هيكون في حبس لحد 6 شهور وغرامة لحد 30000 جنيه. كمان لو رفضت تدي بياناتك أو بيانات عقارك للجهاز المركزي هيكون في غرامة من 1000 جنيه ل 30000 جنيه، وهتتضاعف كمان في حالة التكرار. طب السؤال، إمتى يبدأ التطبيق؟ هيكون في مهلة 6 شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية علشان توفق أوضاعك، وممكن الفترة دي تتجدد بحد أقصى 3 سنين بقرار من رئيس الوزراء. باختصار، القانون ده مش مجرد تنظيم، ده سلاح الدولة ضد التعديات والتزوير والفوضى العقارية، وهيكون فيه حماية للملكية وضمان للحقوق، وهيكون تحول رقمي حقيقي مشرف لمصر. فلو لسه ما سمعتش عن الرقم القومي للعقار فدي فرصتك تفهم قبل ما تتفاجئ وقت التنفيذ. وفي النهاية لو مهتم بالقانون تابعني.